ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. انا عارفه الفيديو اللي فات ما كانش عاجبكم صوت المروحه وكده، بس بجد انا ما كنتش واخده بالي ان ممكن صوت المروحه يكون كده في الفيديو وبتاع. بس تتعوض لكم بقى الفيديو ده ان شاء الله. نستحمل احنا الحر مش مهم، المهم رضاكم انتوا وتكونوا انتوا مبسوطين كده وبتتمتعوا وانتوا بتتفرجوا على الفيديو. ميبقاش في حاجه بتزهقكم يعني زي صوت مروحه زي صوت حاجه. وان شاء الله كل حاجه حلوه ان شاء الله تشوفوها في الفيديو. وعايزه بقى اشوف لايكاتكم كده وكومنتاتكم الحلوه وكل حاجه حلوه ان شاء الله. المهم كده بقى ايه، دخلت على الفيديو نبدا كده نصلي على النبي، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دخلت كده على الفيديو. دخلت على المطبخ. كنت لما كده لميت المواعين اللي على الترابيزه، ابتدى على الغساله شويه، على الرخامه شويه، مش عارفه ايه. لميت كله كده في الحوض، هم حبه صغيرين برضو مش كتير. وكنت مطلعه لحمه كده تريك، حطيتها في الطبق اللي ورا البرتقاني ده. طلعت الحاجه اللي انا هستعملها في اليوم، حطيتها برضو جبتها كده في المصفى اللي ورا دي، وحطيت حله ميه على البوتاجاز. وعقبال ما نصب المواعين بقى وكده ونشوف ايه هنعمل ايه بعد كده. هو يوم خفيف كده وبسيط علشان خاطر ايه، الجو حر واختكم تعبانه والبرد عامل عمايله يعني. فنمشي الدنيا ان شاء الله كده. لميت كده حبه المواعين بقى اللي في الحوض كده غسلتهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نرجع كده كل حاجه مكانها. متنسوش بقى تصلوا على النبي كتير. واللي قالت لي انا ما سمعتش المشكله من المروحه ومش عارفه ايه وكده، نقول المشكله تاني. المشكله دي مشكله بنت ووالدتها. تمام. الام، البنت دي اتجوزت في بيت عيله، معاها 3 سلايف. وحماتها حماتها متوفيه، وحماها بس اللي عايش في الشقه اللي تحت. فوالدتها مش عايزاها تنزل تخدم حماها باي حاجه، وعايزاها كل يوم تروح عندها. لو ما راحتش عندها، لو ما صحيتش من النوم كده وراحت على مامتها، هما في نفس البلد بتهيألي، بينهم وبين بعض يعني ايه حاجه مش كتير يعني. فلو راحت كل يوم ما راحتش كل يوم عند والدتها، والدتها بتزعل وتخاصمها، ممكن تخاصمها بالشهور عشان ما راحتش والكلام دوت. وبتقول لها انت ليه تنزلي تخدمي حماكي؟ ما هو ليه بنت يعني هما 3 ولاد وبنت، ليه بنت ما تيجي تخدمه؟ ما هي برضو متجوزه في نفس البلد. فهي بتقول انا مش في حاجه، كل واحده من سلايفي بتنزل تعمل اكل وكده وتنزله منه. ومثلا كل فتره مثلا ننزل نروق له الشقه، هو لوحده اصلا ومحدش بينزل تحت وكده. ولو نزلنا قعدنا شويه وبتاع بنعدل الشقه قبل ما نطلع وكده، وبيدانا شقته نظيفه يعني. انا مش عارفه اعمل ايه وارضي امي ازاي، وفي نفس الوقت ارضي جوزي ازاي. جوزي برضو ليه حق عليا ان انا مثلا اقعد في شقتي واشوف اللي ورايا، ويجي من شغله يلاقيني قاعده له في البيت والكلام دوت. وبرضو نفس النظام ان انا ارضي اهله يعني، واكون كويسه معاهم لانهم هم كمان كويسين معايا. فانا مش عارفه اعمل ايه وكده. انا ردي ان انا كل واحده يعني كل واحده بتقول له لبنتها اول ما بتتجوز، دول اهلك التانيين، رضاهم هم اهم مني انا. عفوا معلش زوري تعبني خالص. ف يعني احنا طلعنا ان الام بتقول لبنتها عيشي على رضا جوزك زي ما هو عايز اعملي، عشان خاطر الدنيا تمشي وكده، مش انت اللي توقفي الدنيا وتخربي بيتها. فهي مستنيه برضو ردكم، وانتوا ردوا عليها وقولوا لها
ردكم في التعليقات وكده. المهم كده الميه غليت ونزلت فيها باللحمه وسبتها تغلي غلوتين كده تطلع الريم اللي فيها، قمت شايله الريم وكده وحاطه لها بقى طماطمايه وبصلتين وورق لورا وفلفل اسود وملح، وسبتها ايه خدت غلوتين كده مع نفسها، ورحت موطيه نص توطيه كده، مش ولا عاليه ولا واطيه خالص، عشان تدنها مع نفسها كده. عقبال بقى ما اخلص اللي ورايا خالص تكون هي استوت مع نفسها يعني. نخلص بقى مطبخنا ونخلص الدنيا حوالينا. هو انا كنت عامله اكل خفيف، هو سلقه لحمه وكده وعامله رز وسلطه، لان طبعا انا كنت عايزه اعمل باميه، بس قايمه بقى عندي برد والكلام دوت. هو الاكل كده كده انا هعمل اكل فعادي، بس قلت بقى الطبيخ عامه والكلام دوت الجو حر قوي بصراحه مش مستاهله، وزوري تعبني وكده، قلت ايه اسلق اللحمه واعمل حبه شوربه ان الواحد يعصر عليها ليمونه وكده وتسلك الامور شويه يعني. هنا بقى كانت اللحمه استوت، قلت اعمل حبه الرز على طول. حمرت الشعريه كده وهنزل عليها بقى بالرز. بشوحهم كده بديهم تقلبتين كده يتشوحوا، وبعدين انزل بالملح وانزل بالميه واسيبها بقى مع نفسها تشرب ميتها ونوطي عليها. كان كل حاجه بقى بتطلع معايا كده بغسلها اول باول علشان خاطر ايه ما احسش ان انا الدنيا متراكمه فوق دماغي يعني. خلصنا كده بقى الحوض ونصب بس الحوض كده واحنا واقفين، ونخلص الدنيا واحنا واقفين عشان خاطر ايه ما يبقاش الدنيا مكلكله حوالينا وكده. نعمل بقى طبق سلطه كده واحنا برضو واقفين على الحوض كده على طول. احنا كان جوزي جه من الشغل بقى وواقفين ايه بنتكلم يعني وانا واقفه في المطبخ. جبت هنا بقى فلفل وطماطم وخيار وليمونتين. خد اطلع كلم سيد، يلا كلم السيد. نغسلهم كده بس واحنا واقفين كده بسرعه، مش هياخدوا معانا اي حاجه. كان بس الخيار كان جوزي لسه جايبه وهو جاي، مكانش عندي خيار يعني، فهنعمل السلطه بقى كل حاجه ساقعه بس هو الخيار. قلت بقى اعملها واحطها في التلاجة شويه عقبال بقى طبعا ما هو ايه ياخد شاور كده، مش يعني مش اول ما بيجي بياكل على طول، لازم ياخد دش كده، برضو بيبقى الجو حر طول النهار في الشارع وكده. وربنا يعينه يا رب ويقويه ويعين كل هو في الشارع ومستحمل الحر اللي احنا في البيوت ومشغلين بدل المروحه كام مروحه مش مستحملين الحر خالص، فربنا يعينهم يا رب. قطعنا كده طبق السلطه واحنا واقفين، مش خد معانا وقت بصراحه، كان ايه واحنا بنحكي كده عملته على طول. حطيته بقى في التلاجة كده عقبال ما هو ايه ياخد شاور كده ويقعد شويه، وبعد كده بقى احط الاكل. ده قول لهم اعملوا لايك، قول لهم اعملوا لايك. تيتا هو بقولش غير تيتا وبابا و بيقول ايه تاني بو بس.
اما ماما دي مفيش، مش في القاموس. احنا نربي ونتعب وهم يقولوا بابا. اول حاجه يقولها بابا. يزن يزن بابا. بص ده بيضحك. بابا. قول ماما. بابا. ماما. اي مش هتعدي مش هتعدي. يسير يسير. خلصنا كده بقى طبق السلطه. نحط بقى ايه، نعصر عليه الليمونتين ونحط عليه التوابل بقى، ملح وفلفل وكزبره. لا، ملح وكمون وكزبره بس. ونقلبه كده ونروح حاطينه بقى في التلاجة عقبال ما نخلص نشوف هنعمل حاجة تاني ولا ايه. وخلاص على كده ساعة الاكل بقى اروح غرفيه، لان الجو بيبقى حر قوي بصراحة. يعني لازم كل حاجة تبقى ساقعة كده. حتى الاكل بحب ان انا اطفي عليه، مش ساعة الاكل على طول، قبلها بشوية. اما طبعا في الشتاء ساعة الاكل بالظبط. هنا اصلا انا كنت كان الرز استوى، فكرت ان انا يعني طفيت، اتاريني وطيت وسايباه، وانا فاكره ان انا طفيت عليه. بس طبعا عشان بقى ايه، يزن بيدخل بصراحه بيرخم وبيوتر الواحد، بخاف ان حاجه تقع عليه وكده. كده خلصت طبق السلطه. نحطه بقى في التلاجة ونرجع بقى ايه نشوف احنا هنعمل ايه. قلت بقى ايه، كنت مسحت الرخامه كده والحوض مفيهوش حاجه، قلت بقى اكنس الارض كده بالمره وانا واقفه كده كده. انا مستنيه اني مثلا هو يقول يلا بقى حط الاكل او كده. ف بس يا يزن، بس يا ماما. فقلت امسحها كده على السريع، هي مش فيها حاجه وكده، همسحها بس على السريع كده. بس يا كوكي، بص 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 بص، كلم بص. مين دي؟ ماما. ماما اهي، ماما اهي. اقف اقف، ماما اهي. ماما. هنا بقى في اللحظه دي كنت خلص بقى اللي هو الرز مستوي ومش في اي حاجه. فكرت ان انا ايه، وطيت عليه. لا مش في اللحظه دي، انا كنت فعلا لقيته لسه عايز سنه ميه كده، رحت حاطه ميه تاني وسبته. جيت بقى لما بصيت عليه مره كمان لقيته خلاص استوى، جيت ان انا اطفي عليه وطيت عليه. هنا اللحمه كنت بشوفها استوت ولا لا، لقيتها لسه فيها تكه كده. قلت اسيبها بقى ايه، اظبط لها الملح بتاعها واسيبها على يعني على البوتاجاز كده متوطي عليها لحد ما نيجي نحط الاكله تكون استوت وبقت زي الفل. يعني ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك حلو منكم وكومنت حلو منكم وتشجعوني كده عشان اداني مستمره معاكم. وكده بقى غرفت الرز وغرفت الشوربه، ونغرف طبقين سلطه كده واقول لكم باي باي.